ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حلقه جديده في كورسنا ال HTML. النهارده ان شاء الله هنبدا في تاج البادي وهنعرف شويه elements موجوده جواه. شويه يعني هناخد 2 أو 3 مثلا. مبدئيا كده عشان تبني صفحه HTML جاهزه على طول، بدل ما تقعد تكتب فيها تدوس شيفت واحد اللي هي علامه التعجب، بعد كده تدوس انتر. هو بيبني لك دايركتلي الصفحه بتاعه ال HTML على طول. نبدا بقى باول حاجه عندنا البادي. زي ما قلنا قبل كده ان هو اي حاجه بتتحط جواه، اي حاجه بتتحط جوه التاج بتاع البادي بتظهر في الصفحه البيضاء اللي موجوده في اللي هي الصفحه بتاعه الموقع او البيج بتاع الموقع. بتظهر في المساحه البيضاء دي. ده البادي. ماشي. عايزين ناخد بقى بعض الاليمنتس مثلا الموجوده جواه. اول حاجه صراحه عايز ابدا بيها وهي ال H1. مثلا هالو وورلد. ال H1 بكل بساطه هو element مسؤول عن كتابة الكلام، التايتلز. يعني ال H1 مسؤوليته ان هو يكتب تايتلز بس. طبعا انت مش معاك H1 بس، ما عندكش الخيار ده بس، انت معاك H1 H2 H3 H4 H5 H6. من H1 ل H6 دول دول التايتلز اللي انت متاح لك انك تكتبها. خلينا نعدل عليها كده عشان تعمل انك تقدر تتحكم في كذا كارسر مره واحده، او تتحكم في كذا، تكتب في كذا مكان مره واحده. انك تدوس على المكان الاول، بعد كده تدوس الت على المكان التاني، يعني تمسح بقى وتكتب او تعمل اللي انت عايزه. بس كده. يعني ندخل هنا هنلاقيه جايب لك التايتلز بجميع انواعها. طبعا في ممكن يعني الاكبر هو اللي بيستخدم اكتر، لان حاجه مثلا زي اللي تحت دي ممكن تايتل يعني يكون نادرا ما يستخدم، فهي دي يعتبر الاتش اللي انت ممكن تستخدمها في المواقع بتاعتك. طبعا بقى طبعا بقى بتعمل لها ستايلات وكده تبقى شكلها احسن من كده بكتير. بس ده كده باختصار من ال H1 ل H6. ده كده اللي هو ممكن تقول عليه الكلام يعني اللي ممكن تكتبه. حاجة تانية ممكن تاخدها وهي البي. البي دي بتكتب جواها كلام، ممكن تقول عليه كده مثلا description اللي هو الكلام بتاع الديسكريبشن، او ممكن تكتب مثلا نص كبير اللي هي اي حاجة فيها نصوص ضخمة بتكتبها في البي غالبا. يعني مثلا عامل موقع تجاري كبير وكل منتج ليه ديسكريبشن. الديسكريبشن ده اللي يفضل ان هو يتكتب بالبي، لانه هيبقى اكيد كلام كتير. او مثلا انت عامل بورتفوليو ليك مثلا وكاتب كلام كتير عنك وكده، الكلام الكتير ده يفضل ان هو يتكتب بالبي برضه. احنا مثلا خلينا نكتب كلام كتير. لو عايز تكتب كلام كتير عشوائي مثلا اكتب كلمة لوريم. بعد كده تكتب عدد الكلمات اللي انت عايزها. يعني مثلا ممكن انا عايز مثلا 90 كلمة مثلا، تدوس انتر يقوم عامل لك كلام عشوائي كده. مثلا ده مثال على البي. طبعا انت ممكن مش شرط تكتب كلام كتير كده، انت ممكن مثلا تكتب لو انت عايز نص صغير يكون خط رفيع على طول، ما تقعدش تعدل عليه كتير. بتعمله برضو بالبي او الباراجراف. هي اصلا البي دي اختصار للباراجراف، والاتش بي دي اصلا اختصار للباراجراف، والاتش دي اختصار للهيد او هيدنج. بس كده. وده كده اتعرفنا على ال H from H1 to H6. وعرفنا ايه هي ال B. وبس كده. خلينا نكمل بقى ان شاء الله في الحلقات الجايه، نبدا نتعرف على elements تانية في البادي. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.